كلنا لما الدنيا بتبتدي تبرد بيبقى نفسنا ناكل حاجة حلوة، ودايما بيجيلنا الإحساس ده بالليل. تعالوا أقول لكم إزاي عملت البراونيز الخطيرة دي في تلت ساعة بس، وكمان نشجع البرودكتس المصري. بصراحة دي كانت أول مرة أجرب البراونيز الجاهزة بتاعت دريم. الانستراكشن سهلة، يدوب هتزودوا مية وبيض وزيت، كل حاجة مكتوبة ورا، وطلعت طعمها مظبوط وحلوة جدا، أحلى من أي براونيز ممكن تاكلوها من بره. أهم حاجة تدخلوها فرن سخن تلت ساعة بالظبط مش أكتر علشان ما تنشفش. هتقطعوها وهي سخنة، وبعدين زودوا الستيب الأخرانية اللي أنا عملتها، البراونيز هتطلع أحلى. أنا جبت الشوكلت الخام بتاع دريم، أنا جبت دارك شوكلت، ممكن تجيبوا ميلك شوكلت. سيحتها في الميكروويف وحطيت لها معلقتين لبن، وحطيت لها كمان رشة قرفة. حطيت الشوكلت صوص على البراونيز، وحطيت معاهم كمان فانيلا ايس كريم. الفانيلا ايس كريم بيقلل السكر شوية بتاع الشوكلت، وبيطلع طعم البراونيز تحفة. جربوا طريقة البراونيز دي، الفانيلا ايس كريم وهو ساقع مع سخونية الشوكلت بيعمل بالانس، وبيطلع خطير يا جماعة، لازم تجربوها.